السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله، وأهلا بيكم معانا النهاردة في فيديو جديد. النهاردة معانا التحديث الجديد لأداة SK اللوكر فيرجن 11. يلا بينا على طول نبدأ الشرح، ويا ريت قبل ما نبدأ الشرح نركز في الفيديو ده جدا، لأننا هنشرح كل تفصيلة مهمة جدا في الأداة علشان تعرف ايه هي المميزات اللي موجودة داخل الأداة بتاعتنا، وكمان ازاي تقدر تشتغل عليها بدون اي مشاكل وبدون اي اخطاء. فيلا بينا على طول نبدأ الشرح، ويا ريت قبل ما نبدأ الشرح تشتركوا معانا في القناة وتفعلوا زر الاشعارات علشان يوصلكوا اي جديد بنعمله على القناة. يلا بينا على طول نبدأ الشرح. اهلا بيكم معانا النهارده مرة تانية، والنهارده هنتعرف على التحديث الجديد وازاي نقدر نشتغل عليه بطريقة سهلة جدا. مبدئيا الناس اللي مشتركة معانا اول ما هيبدأ يفتح الاصدار اللي موجود عنده دلوقتي هيلاقي الأداة مش بتفتح معاه وبتديله رابط يقدر ياخد الرابط نسخ ويحمله من المتصفح بشكل طبيعي جدا. الخطوة التانية بعد ما تحمل الرابط طبعا بتمسح النسخة القديمة وبتبدأ تفتح الأداة بتاعتنا كمسؤول زي ما شفنا مع بعض. طبعا في تطور كبير جدا في الأداة بتاعتنا. هنبدأ نضغط فتح كمسؤول زي ما حضراتكم شايفين، هنلاحظ سرعة كبيرة جدا في فتح الأداة زي ما حضراتكم شايفين. هنبدأ نشرح كل تفصيلة في الأداة علشان الناس اللي بتسأل عن حاجات كتير جدا هتكون واضحة معانا في الفيديو ده. مبدئيا دي واجهة الأداة بتاعتنا، دي كل روابط التواصل بتاعتنا سواء الموقع الخاص بالأداة. تاني حاجة معانا وهي الواتساب الخاص بالأداة، صفحة التليجرام، قناة اليوتيوب اللي فيها كل الشروحات. يعني لو انت مشترك معانا او مش مشترك معانا تقدر تدخل على جروب الواتساب، تقدر تدخل على القناة الخاصة بالشروحات، تقدر تدخل على جروب الفيسبوك بطريقة سهلة جدا. طيب هنمشي خطوة خطوة مع بعض كده. لو انت مش مسجل، لو انت اول مرة تدخل على الأداة ومحتاج ان انت تعمل حساب او اكاونت في الأداة، ايه الخطوات اللي بتعملها؟ مبدئيا بتيجي هنا على علامة النسخ دي وتبدأ تضغط عليها علشان ياخد الاي دي بتاعك كوبي زي ما حضراتكم شايفين. بعد كده هتلاقي كلمة ريجستير اكاونت، هنضغط عليها بالشكل ده كده مع بعض. هيبدأ يفتح لك الواجهة الخاصة بالتسجيل. طبعا اليوزر نيم، الايميل بتاعك، كلمة السر مرتين، وبعد كده الاي دي اللي انت جبته من الأداة من شوية اللي هو ده. تمام، هتلاقي هو الاي دي بتاعك اللي تحت ده. خدنا الاي دي، بتنقل الكلام اللي في الصورة ده هنا، وبعد كده بتعمل اضافة حساب جديد. طيب بعد ما يتم ويقول لك او تم اضافة الاي دي الخاص بيك، بتراسل بقى اي وكيل ليك او بتراسلني من خلال الواتساب اللي موجود في واجهة البرنامج نفسه او من خلال جروب الفيسبوك وابدأ افعل لك. طيب تعالوا بقى ندخل الأداة علشان نشوف ايه هو الجديد او ايه هي المميزات اللي تم اضافتها في الأداة بتاعتنا. هنستنى لحظات بسيطة جدا لعند ما الأداة تفتح معانا ونبدأ نشوف كل تفصيلة موجودة في الأداة. زي ما حضراتكم شايفين بالظبط، واجهة قوية جدا جدا، وتم إضافة حمايات جديدة جدا وحصريات كتيرة جدا جدا. فهنبدأ نمشي الموضوع خطوة خطوة كده علشان نفهم الدنيا ماشية ازاي. مبدئيا عندنا هنا قائمة براند وقائمة اللوك. هندخل على قائمة براند، هنلاقي فيها كل المعالجات المدعومة سواء ميدياتك، كوالكوم، SPD نيو، ودي قوية جدا جدا وهنشوف مع بعض دلوقتي. بعد كده معانا ميدياتك بيتا وقائمة جديدة خاصة بالام تي كي. طب هنلاحظ هنا ايه؟ هنلاحظ ان احنا عندنا 3 ميدياتك. ميدياتك دي اللي هي الاولانية خالص، اللي طبعا احنا متعودين عليها، اللي فيها البراندات اللي احنا عارفينها. هتلاقي كل الموديلات المدعومة موجودة عندك هنا. تمام. تاني قائمة معانا وهي MTK بيتا. قائمة MTK بيتا دعم المعالجات الجديدة والحديثة. تمام. نتخيل اللي هيحصل دلوقتي وهنشوف شوية مفاجآت جميلة جدا. طبعا هتقدر تعمل كل العمليات اللي انت محتاجها من خلال القائمة دي لكل المعالجات اللي موجودة عندك، وضفتهم لك هنا علشان تقدر تتعرف على المعالجات اللي انا قمت باضافتها في الأداة، وما تدورش على الفاضي، يعني يكون الموضوع قدامك سهل وبسيط جدا. طيب عندنا قائمة وان كليك، هنا قائمتين زي ما حضراتكم شايفين، قائمة فلاش وقائمة وان كليك. وان كليك دي هتقدر تعمل كل العمليات دي سواء بقى فورمات، سواء فورمات زائد FRB، سواء عمل فورمات من الريكفري، سواء عمل فورمات
زائد ريكفري. بعد كده تقدر تعمل ازاله الاف ار بي وازاله حساب شاومي في نفس الوقت. زي ما حضراتكم شايفين الموضوع سهل جدا وقوي جدا جدا. طيب نزل بعد كده حمايات جديده للميديا تك، تمام، وتم اضافه معالجات جديده وحمايات جديده. طيب هنسكت؟ لا، رحنا ضايفين واجهه خاصه بالحمايات الجديده جدا لاخر اصدار من الام تي كي او ميديا تك. زي ما حضراتكم شايفين طبعا دي يونيفرسال معالج عموما. عندك هنا انفينكس واوبو وفيفو. هتقدر تعمل كل العمليات للمعالجات الحديثه بضغطه واحده. طيب تقدر تعمل ايه؟ تقدر تعمل فورمات لبارتيشن معين. لو انت عملت ريد جي بي تي تقدر تعمل ريد للفلاشه كامل. عايزين نلاحظ هنا ان احنا عندنا قائمتين، قائمه فلاش وقائمه اكسترا. قائمه اكسترا هنا تقدر تعمل فورمات زي ازاله الاف ار بي من ايقونه واحده. تقدر تعمل ازاله الاف ار بي، تقدر تعمل سيف فورمات علشان تحافظ على الداتا اللي موجوده عندك، طبعا دي لاحدث حمايات. وتقدر تعمل ازاله لمي اكاونت او حساب. تقدر تعمل ايرس مي كلاود اللي هو ازاله حساب شاومي من اجهزه شاومي الحامله لمعالج الميديا تك. طيب هنا تقدر تكتب سيريال لاجهزه فيفو فقط. وقريبا جدا في التحديثات اللي جايه هيتم دعم كتابه سيريال لمعظم الميديا تك ومعظم الاس بي دي. طيب كده انتهينا من القائمه دي. احنا بناخد فكره عامه عن الاداء علشان الناس تفهم الاداء بتشتغل ازاي وهي العمليات اللي موجوده في الاداء. طيب تعالوا بقى نروح لكوالكوم علشان الناس تفهم بس اللي احنا عاملينه في كوالكوم. لو جينا على كوالكوم كده وجينا نضغط على اي ايقونه هتلاقي بيقول لك ان في مشكله وخطا والليله كبيره قوي. زي ما حضراتكم شايفين كده نضغط على اي حاجه هيقول لك في مشكله. طيب دي مش مشكله ولا حاجه خالص. احنا جايين على الموقع بتاعنا وضايفين لك حاجه اسمها بوت. دي مش مشكله ولا خطا. في ملف على الموقع بتاع الاداه اسمه اس كي باك اب. هتبدا تحمله وتفك الضغط عنه بالشكل ده، تمام. وهنبدا نستنى لما ينتهي من عمليه فك الضغط، مش هياخد ثواني. الملف ده اللي هيتحدث باستمرار، تمام، وهيتم اضافه فيه جميع اجهزه كوالكوم. لو فتحنا الملف كده هنلاقي فيه كلمه طول وفيه اجهزه كوالكوم زي ما حضراتكم شايفين. طيب ده هنوديه فين؟ هناخده كده قط ونبدا نفتح السي نفسها وهنا بره خالص ونضغط بسط. نركز هنا جدا. يبقى انا حطيت الملف اللي انا حملته بتاع البوت من الموقع الرسمي للاداء وبعد كده حطيته في السي بره خالص جنب بروجرام فايل اكس 86. حطيته بره هنا. بعد كده هروح للاداه بتاعتي، تمام. احنا كنا بنضغط على سامسونج من شويه ما كانش بيظهر حاجه. لاحظنا مع بعض بدا يظهر لي الاجهزه. فنلاحظ هنا بدا يظهر لي الاجهزه والموديلات زي ما حضراتكم شايفين. لو دخلنا على اوبو بدا يظهر لك الموديلات بتاعتك، تقدر تشتغل بشكل طبيعي جدا وبدون اي مشاكل وبدون اي اخطاء. فطبعا في ناس تيجي تقول لك لا ده هو مش موجود. لا موجود. البوت بتاعه لازم تحمله ملف صغير خالص اللي هو اس كي باك اب، هتلاقيه موجود على الموقع. يبقى اي تحديث هيتم اعلانه في جروب الواتساب. بعد كده هتدخل على السي وتنزل الملف هنا اللي هو اس كي باك اب. من خلاله بقى هيبدا يظهر لك كل الاجهزه دي. يعني حاليا احنا بنقوم برفع الملفات كلها علشان تكون كل القوائم موجوده عندك، تمام. مش مدعوم، لا الجهاز مدعوم عندنا لكن هننزل لك اللودر لوحده، تمام. فالموضوع سهل جدا، الموضوع قوي جدا جدا. الاداء بتتحدث بشكل كبير جدا والحمد لله وصلنا دلوقتي لفيرجن 11 في اقل من 8-9 شهور. فالتحديثات مستمره الحمد لله وتم حل جميع الاخطاء والمشاكل في الاداء وتم دعم احدث حمايات في الاداء. طيب تعالوا مع بعض كده نشوف بقى الواجهه القنبله معانا النهارده في الاداء وهي الاس بي دي نيو. الاس بي دي نيو من اقوى الواجهات معانا في الاداء بتاعتنا. وطبعا لو لاحظنا هنلاقي كل الاجهزه المدعومه معانا مدعومه على اخر حمايه. يعني تقدر تعمل اي حاجه انت محتاج تقوم بيها بضغطه واحده وبدون اي مشاكل وبدون اي اخطاء. هتقدر تعمل ايه؟ هتقدر تعمل ريد انفو للجهاز اللي متوصل معاك الاس بي دي. وطبعا دي كل الاجهزه وهيتم التعديل عليها في التحديثات اللي جايه لاضافه العديد من الموديلات بتاعتنا. فبالتالي هتقدر تعمل ريد انفو. عندك 4 أو 5 طرق لازاله الاف ار بي وعمل ضبط مصنع، والاداه متجربه من اول موديل لاخر موديل. فالموضوع قوي جدا والموضوع بيتطور بشكل كبير جدا جدا.
طيب دي اول حاجة هي قائمة اللوك. تاني حاجة معانا هي وضع الدياج، وطبعا احنا مجربينه قبل كده وشايلين منه عدد الزراير وقدمنا عليه شروحات عملي كتير جدا. وهنا الداونلود، وهنا الداونلود تقدر تعمل تنزيل سوفت وير كامل للجهاز. فالموضوع اصبح قوي جدا بالنسبة للاس بي دي. فزي ما حضراتكم شايفين الموضوع اصبح تحكم كامل في اجهزة الاس بي دي بشكل كبير جدا. طيب نرجع بقى لمرجوعنا للاداء الرئيسية بتاعتنا. وطبعا لو رحنا لقائمة سامسونج هنلاقي عندنا الام تي بي والداونلود مود وقائمة التفليش الخاصة بأجهزة سامسونج. قسم الداونلود تم إضافة فورمات لتاب تي 505 ان. طبعا ده الجهاز اللي عليه حماية الام دي ام الخاص بتابلت الوزارة، وطبعا ده خاص لدولة مصر فقط. تمام، هتقدر تدخل الجهاز، طبعا احنا حاطينها في الداونلود يبقى الجهاز هيكون في وضع الداونلود مود. كمان هنا عندنا في قائمة الام تي بي تم اضافة احدث ملفات الاي تي لتفعيل وضع الاي دي بي لجميع اجهزة سامسونج على اخر حماية بطريقة سهلة جدا وبضغطة واحدة فقط. فالموضوع زي ما حضراتكم شايفين قوي جدا، هتقدر تختار الموديل اللي يعجبك. الفكرة كلها عندي، وده سبب الفيديو النهاردة قبل التحديث يا جماعة، كل الفكرة عندي أهم حاجة تكون عارف إن ملفات كوالكوم موجودة كلها في الاس كي باك اب، وده موجود على الموقع عندنا. يعني لما نقول للناس حملوا الملف هتحمله وتيجي في السي نفسها بره خالص تحط الملف هنا مفكوك الضغط. زي ما حضراتكم شايفين هتلاقي كل أجهزة كوالكوم اشتغلت معاك بصورة طبيعية. كل فترة هيتم تحديث الاس كي باك اب علشان هيتم إضافة لدرات كتير جدا الفترة اللي جاية. لعند قريب جدا لما ننتهي من فيرجن 8.1.1 ويقف نهائي هيكون الأداة دي داعمة كل العمليات الواحدة. طبعا انت لما تفعل معانا بتختار او بتاخد أداتين مكملين لبعض لعند الانتهاء من نسخة فيرجن 11. وطبعا هتلاقي تحديثات كتير جدا الفترة اللي جاية. طبعا على قد ما قدرنا حاولنا نفهم الناس ازاي تقدر تسجل وازاي تقدر تركب ملف البوت بطريقة سهلة جدا. الموضوع مش صعب، الموضوع سهل جدا جدا. طبعا بكده النهاردة يكون قدرنا نوضح جزء بسيط جدا عن الأداء وخدنا فكرة سريعة جدا عن الأداء. وبكده النهاردة يكون الفيديو بتاعنا انتهى، ويا ريت ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات علشان يوصلكوا أي جديد بنعمله على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.